السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة عندنا فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تأسيس الأطفال في المنازل. زي ما قلت يا جماعة دايما وهفضل أقول كل أم تقدر إن هي تأسس أولادها في البيت. الموضوع يا جماعة سهل وبسيط خالص ومش محتاج دروس تأسيس بره ومصاريف. أنا واحدة من الناس كنت بطلع أولادي أحيانا ياخدوا تأسيس بره، بس ده في ظروف معينة أنا كنت بمر بيها. بره الظروف ديت انا اللي كنت على طول بدرس لهم يعني. طيب، زي ما احنا شايفين الدرس النهاردة عن طريقة ايجاد العدد المفقود. الدرس ده بيجي للاولاد في اولى ابتدائي، بياخدوه ازاي ان هم يجيبوا العدد اللي مش موجود. هم ممكن يبصوا كده يحسوا ان الموضوع صعب خالص ومش هيقدروا يجيبوه، في حين يا جماعة ان الموضوع سهل خالص ومفيش اسهل منه. طيب دلوقتي في رقم هنا مش موجود، هنجيبه ازاي؟ بالنسبة للجمع يا جماعة، وبركز بالنسبة للجمع، الرقم اللي بيبقى مفقود سواء كان في النص او في الاول زي ما احنا شايفين تحت، سواء كان في النص او في الاول بنجيبه بطريقة واحدة مفيش غيرها. ايه هي؟ ان احنا بنعد من الرقم الصغير لحد الرقم الكبير. يعني مثلا هنعد من 2 ل7 على ايدينا، بعد 2 3 4 5 6 7 ادانا 5. اللي تحتها هنعد برضو من الصغير للكبير، من 3 ل6. 3 زائد كام يدينا 6؟ بعد 3 4 5 6 ادانا 3. بعد كده ناخد واحدة مثلا من اللي تحت، كام زائد 2 هيدينا 7. هنعد برضو من 2 ل7، هنقول بعد 2 3 4 5 6 7 ادانا 5. تحتها كام زائد 1 هيدينا 4. هنعد برضو من الصغير للكبير، بعد 1 2 3 4. وتحتها هنعد برضو من 6 ل9، بعد 6 7 8 9، يبقى جاب لنا 3. طيب دلوقتي هنا احنا في الطرح. بالنسبة للطرح بقى في اختلاف لما يكون يا جماعة العدد المفقود جاي في الأول زي ما احنا شايفين كده عندنا فوق، كام ناقص 3 يدينا 4، أو كام ناقص 5 يدينا 1. لما يبقى الرقم المفقود في الطرح في الأول ما ينفعش ان احنا برضو نعد من الصغير للكبير. تعالوا حتى نجربها كده وانتوا تشوفوا. هنعد نقول مثلا بعد 3 4 جاب لنا 1. هل لو قلنا 1 ناقص 3 هيبقى الناتج بتاعها 4؟ طبعا لا. طيب الحل ايه؟ الحل ان احنا بنلغي علامة اليساوي وبنعتبر كأنها زائد، كأننا هنجمعهم. هنقول 3 زائد 4، كأنها 3 زائد 4 ادتنا كام؟ ادتنا 7. يبقى 7 ناقص 3 فعلا بيدينا 4. طيب تحتها كام ناقص 5 بيدينا 1؟ برضو بنلغي علامة اليساوي ديت وايه وكأنها زائد. يبقى هنقول 5 زائد 1 بيدينا كام؟ 6. يبقى الرقم المفقود هو 6، وفعلا 6 ناقص 5 هيدينا 1. اللي تحت بقى يا جماعة الرقم المفقود جاي لنا هنا في النص مش في الأول زي فوق. يبقى بنعمل زي موضوع الجمع، هنعد من الصغير للكبير عادي. بعد 5 6 7 8 9 جاب لنا 4. يبقى 9 ناقص 4 بيدينا 5. تحتها هنعد من 4 ل6، بعد 4 5 6، يبقى العدد المفقود 2. وشكرا. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ومتشكرة قوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.